سلام سلام الزينات، كي راكم حباباتي؟ ان شاء الله تكونوا غاية، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا كاع هانيين. جاتكم الشيرات بروتين رمضاني متنوع كما العادة، وجيت نشارك معكم لقطات ولا مقتطفات من نهاري كيفاش راه يفوت في رمضان. بزاف اخوات قالوا لي شاركي معنا، توحشنا وصفاتك، توحشنا روتين. دوك حباباتي راني نشارك معكم جيست لقطات خفاف باسكو فريمون المشاهدة راهي قليلة والتعب المشاهدة مكاش، دونك درت خاطر غير حباباتي اللي يبغوني ويسقسوا عليا. يعني درت معاكم مقتطفات باش ما نغيبش عليكم. انا كنت الحاجه الشيات الاولى اللي بديت بها، بديت بالشربات تاع الكريبوني، تجي بزاف فريمون بنينه. كما شفتوا كنت ديجا خدمت قبل رمضان، في التحضير تاع رمضان كنت درت المراكز تاع الليم، دونك صبته كي الحسنه. راني جوست نجبد نقيسها في البلاندور ونطحناه. وشوفوا لي هذيك لاموس كي تجي شباب بالنسبه للاخوات اللي يبغوا لاموس وتجي فيها بنه تاع الكريبوني. وهنايا الشيرات بعد ما درت الشربات سبقت بها هي الاولى، رحت تاني نوجد لهم التحليه باسكو نوجدها على البكري باش في السحور يتسحروا بها. دونك هنايا باسكو ديجا المنيو تاع الماكله كان عندي غير القلي، تسمى نبغي الطريقه التاليه نقليه باش يقعد لهم حامي. وأنا نشارك معكم هذه التحلية بزاف غنية عن التعريف، كما كنا بكري كنا صغار نشوفوها في المسلسلات، اللي هي الشيرات التحلية تاع ليالي لبنان، معروفة في المشرق يديروها بزاف سيرتو هما في رمضان. عندهم صاكخة كيما حنا عندنا البورك والحريرة، هما عندهم هذه، والشامية هما عندهم هذه ما تخطاهمش. دونك جبت لكم شريت الموصفة بمقادير مضبوطة، تجي بزاف بنينة، والشكل تاعها يجي بزاف شابة كي تقطعوها. هنايا كنت بديت بالسيرو هو الأول، درت فيه نص كاس سكر مع ربع كاس ما مع عصرة تاع ليم، ودرت خليتها بارد في بارد، درتها فوق النار كي يبدا يطيب شويه، تحسبوا له 5 دقائق ونطفوا عليه. نروحو نوجدو هنايا التحلية، ندو كاسرول نديرو فيها 2 كيسان ونص حليب مع نص كاس تاع سميد، يكون فريمون سميد داك الناعم داك الرقيق، مع 2 مغارف تاع سكر مع 2 مغارف. ولي الشيرة تغلط 2 مغارف 3 مغارف تاع السكر، اللي يبغوا الحلاوة يديروا 3 واللي يبغوا شوية يديروا 2 مع مغرف كبيرة تاع ما زهر، وديروا لافاني خلطوهم هكا بارد في بارد، بعد كي ديروها فوق النار وبقاو تخلطوا فيها حتى تشوفوا القوام تاعها ولا فريمون ثقيل. خلوها تبرد ومن بعد كي ديروها في البلا. نروحو نوجدوها الكريمة اللي غادي نحتاجوها تاني. الكريمة الشيرات نخدموها بالشونتيي، كاس تاع شونتيي مع كاس تاع حليب، غادي ندربهم كيما هكا بالبيتخان. الشيرات اللي عندها جبن طبيعي تزيدها يعطيها كو بزاف شبه هداك تاع الوالد، انا كان عندي غلاية ناتور دونك درته، مي دو بريفيرونس هذاك يعطيكم بنة بزاف شابة. خلطوا بالباتور ولا بيتخان على حسب ما عندكم، تطلع هذيك الكريمة وديروها تبرد في الفريجر جوست شويه قد ما تحكم روحها. وهاهي هادي الشيرات. بعد ما هاديك الكريمة اللي كنا وجدناها تاع السميد طابت، هاهي هادي الشيرات كي تشوفوها دارت فقاعات كيما هاكا طفوا عليها، وغادي كي تزيد تبرد غادي تاني تزيد تقال شوية. هنا جبت هذا المول الأسطوري، درتها فيه وغادي ندير فوقها هذيك الطبقة تاع السيرو اللي كنا خدمناه. بيان سور بعد ما تبرد غاية نإيطالي هذيك الكريمة، ما ديروش الكريمة وهذا هذا حامي باسكو هذيك لا شونتي غادي تذوب لكم، دونك خلوها حتى تبرد غاية. من بعد كي نديرو لا شونتي تزيين اختياري، كيما هنا كنت درت لي بيبي شوكولا، ودرت كان عندي هنا نوات كوكو كنت خدمته كيما هكا بالغوز. زينت به فقط، توجور نقولكم الجود بالموجود، زينوا باش اللي عندكم كيما تقدروا تخلوها كيما هكا، ما تضيفوا لها حتى اضافه. نديروها بيان سور في الفريجيدان باش تبرد وتحكم روحها غايه، ومن بعد كي تبغوا تقطعوها غادي تقطعها معاكم فاسيلمون. اهم حاجه في الكاسرول من طيبوها خلوها تتقال معاكم غايه باش ما تجي تبرد تولي معاكم سواسوه، باسكو الا خليتوها في الكاسرول عادك جاريه غادي بعد كي تقطعوها تجيكم شويه سايحه. دونك هذه فقط كانت باش يعني ما ديروش هذا الخطا، باسكو بزاف اللي يديروها من بعد كي يجي يقطعوها تجي معاهم كشغل هكا تترعد كيما الفلون. دونك اللي تبغيها تترعد تخليها خفيفه، واللي تبغي تقطعها هكا كيما طرونش تاع بيسكوي ولا يعني عادي تخليها تحكم روحها. أنا الشيرات فات للحشا، هنا الحشا توجور إعادة تدوير للأكل باسكو ما راهمش ياكلوا لي غاية. هنا هذاك الحوت كانوا كلاو منا 2 حبات ولا 3 حبات، بقاو لي 3 حبات 4 حبات المهم. دونك قعدت نقول شندير بيه، قلت ندير بيه البوراك باسكو مكاش كيفاش ندير له البوراك يبغوه. زدت درت له اضافات، قلت لها البصله، زدت له التوابل، درت له الثوم، درت له طوماطيس اللي كنت خدمتها معاكم في العوله هذيك تاع الصيف، ودرت شويه طوماطيس تاع القوطي قليتهم كاع هكا في رحبه. ومن بعد جبت البوراك تاعي عطيتها لبنتي عمرتها لي وجا زينته ما فاقوش به كاع بلي هذاك الحوت تاع البارح. هنا الحشا تاني كنت باغي ندير دنجة الكغاتا، وكانت ديجا بقات لي هذيك المرقه تاع البارح،
بقات لي هكاك بالحمص. دونك قلت والله ما نرميها، خليتها قلت كي يقرب الوقت نحميها، قلت لها جوست البطاطا ومن بعد كي سقيتها بها وكلاوها ما شاء الله، باسكو فريمون تاعها المرقه تاعها بنينه وعاقده. ها هي هنا بقات لي شويه من هذاك الحوت. هذه هي شريت الحشوة درت بها البوراك، عطيت لبنتي عمرت لي البوراك، سنة هانتني راهي غير هي تعمرها لي، بقات غير ديك شوية. وهنايا الدجاج تاني قطعتها هكا شرائح، ملحتها بيان سور، درتها في الماء والملح، من بعد خليتها تستكتر، قليتها عادي في الزيت، ومن بعد كي عمرتها بالحشوة تاع البولي اشي، يعني مشاركتها معكم عدة مرات بالتوابل ومعدنوس وكاع. عمرتها وليت هذوك الشرائح تاع الدنجال، ومن بعد جبت لاصوص كيف كيف اللي كنت خدمتها معكم في العاونة تاع رمضان، ديجا راني جابدة قابصة. راني كل خطرة ندير منها شوية باسكو تقعد 3 سيمان ما تفسد، ما ديجا راهي طايبة ومعطرة. ها هي الشيرات، راني كل ما نحتاج نجبد ندير منها. هادوك الطبقة تاع الدجاج عمرتها هكا بلا صوص، ودخلتها جيت خدت لي هكا تحميرة خفيفة من التحت ومن الفوق، وفي الآخر ضفت لها هذاك الفرomاج غابي باش يعطيها لوغو وشكل شباب تاني. أنا البوراك عمرته لبنتي وجدته لي، الكغاتا صاي سي بون. غادي نديرها طيب، راها قريب الأذان، وفي هاد الوقت الشيات اللي نكون ندير فيه الماكلة طيب نروح نبروفيتي نغسل هادوك المواعين اللي كنت ديجا وجدت فيهم، كيما هنايا الأشوار هادو المغارف، يعني الحاجات اللي درت بيهم هاكا باش نخفف في المواعين ونقي كاع الطرافاي تاعي. دي فوا حتى الكويزينيير غنقيها كي نكون مكملة القوليان ولا ما يكونش عندي قوليان ولا تا الكويزينيير غنقيها، باش من بعد من مورا الفطور يبقى لي جيست هادوك الطباسة اللي كلينا فيهم مع الكيسان تاع ليمونات ولا الفناجي تاني تاع القهوة، هذا مكان. دونك هايدي شيات غسلتهم شللتهم نقيت كاع البوطاجي تاعي هنايا هايدي. وهذه الرغوة ما نرميهاش باسكو ديجا راهي نقية، غادي كي نكمل نقلي هادو نعاود نرغوي هادوك المقالي وكاع تاني كيف نغسلهم ونديرهم يستقطروا باش من بعد تبقى لي حاجة خفيفة تاع الماعين. هايدي الكغاتا بعد ما خدات تحميرة بهذيك لاصوص، دونك هنايا جيست نزيد لها الفرماج ونعاود ندخلها تاخد غير حاجة خفيفة تجي سوا سوا مع الأذان. هنا تاني كيف كيف البوراك تاعي هو دا وجد، دونك جيست نقليه ويجي سوا سوا مع الأذان. توجور نبغي نحط الماكلة حامية، تمشيت كي نعرف راه باقي 3 دقايق 4 دقايق نوجد الطابلة تاعي كيما هكا باش الماكلة ياكلوها حامية. هذا هو الفيديو تاعي محبباتي، صحة فطوركم ان شاء الله تكونوا برك ديتوا فكرة الاخوات اللي تلفت لهم في الطياب. شاركت معكم يعني ماكلتي فطوري بلا زوغ بلا فوغ، يعني يمثل اغلبية ومعظم البيوت الجزائرية. خلوا لي جا من عجبكم لا فيديو، سلام.